عجبني كانت ندى. ندى الصراحه كانت قصتها يعني اكتر حاجه بتدل على البعث بصراحه في الايفنت كله. كانت معبره، كانت واحده عايزه تعيش، شايفه ان هي قدامها مستقبل، قدامها حياه، كل حاجه بتحصل لسبب، واكيد اللي هي كانت فيه ده كان ليه سبب، والسبب دوت وكل ده ما منعش اللي هي تأدي رسالتها في الحياه، والحمد لله اللي هي خفت يعني. برضه باسم، يعني باسم بصراحه يعني الراجل ده رهيب بصراحه، فعجبني قوي. كان ظريف خفيف، اخذ يعني حتى المشاكل اللي قابلتهم في اللابتوب والبرزنتيشن كان اخذها بطريقه ظريفه قوي، يعني ما منعتوش اللي هو يكمل البرزنتيشن بتاعته ويعدي. كانت برضو كان في اكتر من حد. علي الفرماوي كان حاجه كويسه جدا يعني. ناس كتير يعني، تقريبا كل الناس يعني، ما اقدرش اقول على حد كان وحش احسن من الثاني يعني، بس دول اللي علقوا معايا يمكن بسبب طبيعه اهتماماتي يعني مش اكتر. هو اكتر سيشن مسمعه معانا كانت اسمه ايه ده، اخر سيشن بتاعت الجمل. ندى برضه كانت حلوه جدا. طب ايه الحاجات اللي عجبتك في التوكس دي؟ مني الاحساس، عشان هم كانوا حاسين بيه، هم حاسين ان هم بيتكلموا، ووصل لي الفكره ديت. هي حسيت بيها وهي مبسوطه وهي زعلانه، فانتراكت معاها احسن. نفس الحكايه بالنسبه للجمل. اكتر فتره عجبتني هو كان اخر سيشن، هي جامده قوي. اكتر واحد عجبني الجمل، عشان كان فكرته ان هو ينسباير الناس بالاحلام. واحد من غير حلم هو مش عايش، هو بص هعملها مش هيتلازم. وقعد برزنتيشنز كانت حلوه. لما يقابله موقف كان بيعرف يتصرف معاه، لما بيفعل مع الموقف يعني. بس دي كانت احلى حاجه.